ديستولينجوال. فهمت قصدي ايه؟ انا دايما الكاست بتاعي اورينتد تورد الايه؟ السنترال فوسا. الاربع كاسبات قد بعض وانا ببني الكاست، لا الكاست بياخد من حق اللي قصاده ولا من حق اللي جنبه. بمعنى انا هقسم السنه ايماجينري ميزيوريستال بالنص كده، خط ايه؟ خط تخيلي. الكومبوزر بتاعي ما ينفعش يعدي الخط ده، الكاست بتاعي اللي انا ببنيه ما يعديش الخط ده من النص، وفي نفس الوقت ما ياخدش من حق الكاست اللي جنبه. يعني لو لقيت ان هو واخد زياده عن نص المسافه تمام ما بين اللي جنبه يبقى لا، يبقى كده زياده. حاجه ثانيه، لو كلنا بصينا على السلام بتاعتنا يا جماعه هتلاقوا ان في جروفز. الجروفز دي هي دي نهايه الكاست، صح ولا لا؟ لان الكومبوزر بتاعي ما هو الا internal representation للاوتلاين شيب. فانا عندي جروف، فلازم الكاست بتاعي ياخد شكل الجروف، ماشي مع الجروف، صح ولا لا؟ طيب حلو قوي. بالنسبه الابر زي اللور اربع كاسبات، اكسبت ان في تو لاند ماركس زياده. ايه هما؟ ان الميزيو بالاتال كاست هو اكبر كاست في الاربعه، ومش بس الكبير ده، هو كبير وبيرسم مع الديستوباكال كاست، بيتوصلوا ببعض وبيعملوا حاجه اسمها الاوبليك ريدج. فانا ببدا اول حاجه اعمل ايه؟ ابني الميزيو بالاتال، بعد كده اروح اعمل الديستوباكال واوصلهم ببعض، اعمل الايه؟ الاوبليك ريدج. هيبقى لي كاستين، ميزيو باكال يبص ناحيه السنترال فوسا، ديستو بالاتال يبص ناحيه السنترال فوسا. دي يا جماعه الطريقه اللي انا بقولها دي طريقه هندسيه.